السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما كويسين. انا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة. النهاردة هنعمل طريقة سهلة قوي لكبدة الفراخ، كبد وقوانص بتاعة الفراخ. مبدئيا انا مش بشتريها، ما بقيتش اشتريها من الفرارجي بصراحة كده لوحدها. انا بقيت اشيلها من الفراخ اللي بنشتريها في اكياس مع بعضها، مرة ولا يعني مرة ورا مرة ورا مرة، ففي الاخر بيبقى المحصلة في كام كيس كده، بيبقوا فيها ممكن كيس فيه 2، كيس فيه 3، كيس فيه واحدة، على حسب الكميات اللي بنشتريها. واخزنها في الفريزر، وقت ما بحب اعملها بطلعها طبعا قبلها بشوية، علشان باحب أفصل الكبد عن القوانص. لكن أنا اليوم ده كنت مستعجلة بصراحة، كانت لسه مجمدة وقطعتها وهي مجمدة وما فصلتش الاتنين عن بعض. يستحسن ان احنا في الخطوة دي نبدأ بالقوانص الأول، علشان هي يعني في السوا بتاخد وقت أطول من الكبد. لكن برضه أنا عملتها دلوقتي كله مع بعضها، عشان بس الاستعجال، كله مع بعضه نزل في الزيت. ولكن الموضوع ما باظش خالص، وما تقلقوش حتى لو انت عملتي كده هتلاقي برضه ان هي هتبقى حلوة وطعمها تمام ومظبوطة وما فيهاش اي مشكلة، لو حصل ان انت كنتي مستعجلة يعني. طيب في شوية زيت نزلنا الكبد والقوانص، شوحناهم مع بعض شوية لحد ما خدوا لون، وبعد كده نزلنا بالبصل. وبعد ما ننزل بالبصل هنقلب تقليبة ونحط التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن ملح وفلفل بس. انا بصراحة ما بحبش احط اكتر من كده. ممكن ان انت تحطي كزبرة وكمون، وفي ناس بتحط حاجات كده كتير، لكن الحقيقة ان انا ما بحبش احط غير الملح والفلفل، وبنحب طعمها وريحتها كده بتبقى زي الفل وتحفة. فملح وفلفل، وبغطي عليها بقى، وبوطي النار خالص علشان البصل يسرد المية بتاعته ويندمج كده مع بعضه هو والكبد مع القوانص مع بعضهم. اسيبها يعني شوية كده، حوالي 10 دقايق ربع ساعة والنار هادية لحد ما يسرد المية، لاني ما ينفعش ان انا ازود مية من عندي خالص، لان دي حاجة بتخلي الكبدة بتزفر. وبعد كده باحط كمان قطعة من الفلفل الرومي حسب الكمية اللي أنا حاباها، وبرضه التقطيعة اللي انت عايزاها، ممكن تقطعيها جوليان أو تقطعيها شرايح طويلة أو تقطعيها قطع صغيرة خالص، تقطعيها قطع كبيرة زي اللي متقطعة دلوقتي كده قدامكم، يعني عادي زي ما انت حابة. كمان التوم اللي هنحطه في الكبد والقوانص ما بنحطوش دلوقتي، بنحطه في آخر حاجة خالص. بعد ما بنحط الفلفل بنغطي تاني ونسيبها 5 دقايق مع بعضهم، وبعد كده بنهرس كام فص توم. انا هنا كنت حاطه حوالي 3 فصوص كبار، هرستهم وحطيتهم على الكبده في الاخر، واديتها تقليبه واحده. اول ما اشم ريحه التوم بقفل عليها، وبس كده بتكون خلصت، وهي ما بتاخدش وقت خالص. ممكن تحطيها بقى في حشوه بتاعت الجلاش، ممكن تاكلوها كده في فين وتحطيها في المكرونه، بتبقى حلوه جدا. انا عامله جروب على الفيسبوك اسمه ستات مطابخ اليوتيوب والتيك توك، لو حابين انتوا تنضموا لينا تشرفوني جدا. هحط لكم اللينك تحت في التعليقات. والسلام عليكم.